السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا احمد ممتاز. انا بعمل بعض الفيديوهات بحاول اساعد فيها زمايلي اللي عايزين يبقوا ميديكال ريبس او اوريدي هم ميديكال ريبس وعايزين ياخدوا الستيب فورورد في الكارير بتاعهم، او انهم يبقوا احسن في الشغلانه وانهم يحققوا التارجت بتاعهم. في اكتر من 30 فيديو تقريبا على اليوتيوب شانل. انا يمكن اخر فيديو عملته كان من فتره طويله، فسامحوني عن الانقطاع ده يعني، بس انتوا عارفين الدنيا مشاغل وارقام وتارجت، واحنا في اخر كوارتر بقى ودعواتكم. انا والله لسه لحد دلوقتي الواحد مش عارف هيقفل السنه ازاي، يدعوا لي كده لو تستفيدوا اي حاجه يعني. تمام. طيب، ده تاني فيديو من الفيديوهات اللي اقدر اقول عليها ميديكال شويه. تمام، انا بحاول اربط الميديكال بالحاجات اللي هتشوفوها على ارض الواقع. خلاص، ده معناه ايه؟ الفيديو بتاع النهارده مثلا انت بتدخل للدكتور وقال لك الدواء بتاعك ما اشتغلش يا دكتور، الدواء بتاعك وحش. حلو، هل ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل، خصوصا في الشركات الجينيركس، او مع الدكاتره اللي لسه بتجرب الدواء بتاعك جديد. خلاص. طيب، ليه الشركات الجينيركس وليه الدكتور بيجرب دواء جديد؟ انا هقول لكم في الفيديو ده ليه الاتنين دول بالذات. بس خليني اقول لكم حاجه. تصنيع الدواء، وان الدواء عباره عن اكتيف انجريدينت او ماده فعاله بس بتتحط جوه كبسول او تابلت بس. ويقول لك ان ده الدواء الاجنبي زي الدواء تحت السلم، ادام احنا بنستخدم نفس الحاجه، نفس الماده الفعاله، ده اشتغاله. خلاص. ده كلام مش سليم وله فاكتورز كتيره جدا. تمام. فانت اول حاجه، انت لازم، انت كصيدلي او كعلوم او كطب بيطري، تكون فاهم الحاجات دي. لو انت ما تعرفهاش اعرفها معايا، ولو الحاجات دي لسه جديده عليك فركز فيها كده. واعتبرها ريفرشمنتس. لو انت عارف الحاجات دي، زمايلي اللي في صيدله او في بيطري اعتقد خدوها برضو. انا مش عارف بيطري ايه الكريكولم بتاعهم بالظبط. تمام. طيب، خلينا نشوف دلوقتي. انت الدواء بتاعك تاثيره او الافكت بتاعه بيبقى مرتبط بحاجتين. اول حاجه علاقه الدواء، تاني حاجه المريض نفسه، الشخص اللي بياخد الدواء، الحبايه والمريض، صح كده؟ وطبعا الدكتور اللي بيوصف العلاج. هنتكلم النهارده على العوامل اللي بتأثر من ناحية الدواء، من ناحية الكبسولة اللي انت راح تتكلم فيها على الدكتور، من ناحية السيروب، من ناحية التابلت، من ناحية الانجكشن، الحاجات دي كلها. تمام. يبقى النهارده هنتكلم على الفاكتورز ذات افكت الدراج. خلاص. هنشوف اول حاجة. هل الدكتور ممكن يجرب الدواء بتاعك في بيشنت ويجيب نتيجة، وفي التاني يجربه في بيشنت تاني وما يجيبش نتيجة؟ اه ممكن. ليه؟ خلينا نشوف. هم 5 فاكتورز، يعني باي ذا بوك كده. هم 5 فاكتورز اللي ممكن يأثروا. أول حاجة الشيب، شكل الدواء. وهنا طبعا مش القصد بيه اللي هو القصد البسيط اللي هو شكل الحباية ولا شكل التابلت ولا شكل السيرب نفسه او الحاجات دي كلها. لا، دي ليها قصة تانية. تمام. بتبقى ليها علاقة بالبيشنت اكسبتنس، بس مش دي اللي انا بتكلم عليها. انا بتكلم على الشيب. بمعنى ايه؟ لو تفتكروا زمايلي اللي في صيدله او في بيطري، احنا في حاجه اسمها الايزومرز. تمام. اسمها ايه؟ ايزومرز. سامحوني طبعا، ايه الناس اللي اتفرجت على الفيديوهات قبل كده عارفين ان انا خطي نحكشه فراخ. تمام. فالناس اللي اتفرج اول مره سامحوني ان انا خطي وحش. فخليكم معايا كده وخلي نفسكم طويل. تمام. الايزومرز يعني ايه؟ ايزومر يعني شكل الدواء في الفراغ بتاعي. على سبيل المثال، مثلا انا عندي حاجه اسمها ال وحاجه اسمها الدي. دولت يعني شكل الدواء ممكن يكون في هيئه بتاعه ال او في الهيئه بتاعه الدي. هديك مثال، خد بالك. بص يا سيدي، انا عندي مثلا ادي دواء، ده الشكل بتاعه. خلاص. ده شكل الاكتيف انجريدينت، الماده الفعاله. تمام. نفس الدواء ده اهو، ادي اهو.
تمام؟ ده هو ده كأنه في مراية. خلاص؟ يعني لما بتجيب المراية حطيت المادة الفعالة هنا قدام المادة الفعالة هنا قدام المراية، هتلاقي ان هما الاتنين شبه بعض جدا. بس في التأثير على الجسم لا خالص، الاتنين دولت مش زي بعض اطلاقا. تمام؟ خليكم معايا. ليه انا بقول كده؟ بص يا سيدي، انت الريسبتور عندك على سبيل المثال مثلا ادي اهو، ادي شكل الريسبتور. خلاص؟ ده شكل المستقبل اللي عندك اللي الدواء هيشتغل عليه. احنا اتفقنا قبل كده ان اي دواء انت بتاخده عشان يدي افكت بيشتغل على مستقبلات عندك على الخليه. خلاص؟ او بيشتغل على انزيمات. خلينا نقول ان احنا في حته الخليه دي. انا عندي الدواء ال بيجي مثلا بيبقى ايه، واخد نفس الشكل ده كده، بيجي يمسك هنا الريسبتور، بيمسك كويس جدا في الدواء بتاعي. خلاص؟ طيب انا جيت عكست مثلا ايه، واديت الشكل اللي هو ايه الفورمه بتاعت الدي، جيت الدواء ده لقيته عامل كده، ما مسكش فيه كويس. تمام؟ ادام الدواء بتاعي ما مسكش في الريسبتور كويس، خلاص، يبقى مش هيديني افكت، او مش هيديني الافكت اللي انا عايزه. تمام؟ هو ممكن يديني افكت، ممكن يديني افكت، يديني بارشال افكت، بارشال افكت جزئيا. تمام؟ يبقى دي الحته بتاعت الشكل. اديكم مثال مثلا من الحاجات اللي احنا بنسمعها، اللي انتوا هتلاقوها مثلا ايه في سوق الدواء بتاعنا. يعني انت هتلاقي مثلا حاجه بيقول لك دايما معروف ال اسكوربيك اسيد، صح؟ عمرك ما هتلاقي، استحاله هتلاقي دي اسكوربيك اسيد. مش هتلاقي دايما الفورمه ال اسكوربيك اسيد، مش هتلاقي دي اسكوربيك اسيد. ليه؟ الفورمه دي ما هي مش شغاله اصلا، الفورمه دي ما بتعملش افكت اصلا، زيها زي قلتها. خلاص؟ فالشركات ما بتعملهاش. حلو كده؟ مثال تاني، انت بتلاقي دايما تسمع عن الدي جلوكوز، صح؟ عمرك ما هتلاقي ال جلوكوز، صح؟ عمرك ما هتلاقي ال جلوكوز ده، هي اسمها دي جلوكوز، الفورمه بتاعت الدي هي الفورمه الاكتف. حلو كده؟ طيب تيجي مثلا شركه كبيره مثلا، نقول يا سيدي احنا بنتكلم على شركات كبيره على سبيل المثال، انا مش قصدي حاجه، مثلا شركه فايزر اكبر شركه دواء في العالم، بتصرف على تطوير الدواء بتاعها، وبتصرف على الكيمستري بتاعت الدواء، وبتصرف على الفارماكولوجي، وبتصرف على كل حاجه في تصنيع الدواء بتاعها. حلو كده؟ فتيجي مثلا عندي الاسكوربيك اسيد ده، تلاقي ان الاسكوربيك اسيد ده تركيز الاسكوربيك اسيد اللي موجود في الكبسوله مثلا، ماشي، كله عباره عن ال فورم. تمام؟ ما تلاقيش فيه مثلا شوائب من الدي اسكوربيك اسيد، مش هتلاقي. الشركه صارفه على البيوريتي بتاعت الدواء بتاعها. تمام؟ طيب حلو كده؟ طيب هل ممكن الاقي الاتنين موجودين؟ ممكن تلاقي فورمة ال وممكن تلاقي فورمة الدي. كده في امبيوريتيز، يعني في عدم نقاء شوية. تمام؟ عندي ال دوت، هو مثلا نفترض ان ال ده هو الفورمة الاكتف بنسبة 70%. خلاص؟ يعني موجود جوه الكبسولة بنسبة 70% من الحبيبات فورمة ال، ودي بنسبة 30% اللي باقية. يبقى الدواء بتاعي دوت اكتف بنسبة كام؟ تقريبا هي 70%، لأن الفورمة ال هي اللي شغالة، و70% من الحبيبات اللي موجودة جوه الكبسولة هي عبارة عن ال، فكده يبقى الدواء ده شغال بنسبة 70%. حلو كده؟ فيبقى ايه؟ أحمد مش زي الحاج أحمد. تمام؟ طيب ممكن الاتنين يبقوا زي بعض، يعني ال والدي يبقوا زي بعض؟
يعني ال فورم جوه الكبسوله ايكوال الدي فورم؟ ممكن عادي، امبيوريتيز. خلاص عادي. الشركه ما صرفتش على الدواء قوي، يعني خدت ماده فعاله جريد 1 على جريد 2 على جريد 3، درجه اولى على درجه تانية، وعبي يابا ودي. حلو. وانت بتروح تتكلم مع الدكتور وبتقول له ان شركه حماده فارم بتدي نفس الكواليتي اللي بتديها شركه فايزر. تمام. الدكتور عارف الكلام ده خلاص، فانت لما تقول له الكلمتين دولت فاهم في باله كده، خلاص هو ركنك حطك على جنب. ماشي. لازم الشركه نفسها يكون لها اسم. انا طبعا مش بقول ان الشركات اللوكال وحشه، لا طبعا في شركات لوكال توب يعني. في شركات احنا ما يفهم خلاص الكواليتي بتاعتها حاجه في العالميه واخده كل الشهادات. بس انا بديك تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل، ليه الدواء ده مش زي الدواء ده. خلاص. ليه مثلا البنادول هو البراند مش زي الكراكول مثلا؟ مفيش دواء اسمه كراكول بس انا بألف. ليه مش نفس الافكت مع ان الاتنين باراسيتامول؟ تمام. ده مثال بس. خلاص كده. يبقى انا عندي اول عامل هو الشيب بتاع الدواء، الايزومرز، او بيسموه راسيميك ميكستشر. خلاص. ده اول عامل عندي من العوامل اللي بتأثر على الافيكاسي بتاعة الدواء لكل عيان. تمام. نشيل دي كده. طيب نشوف التانية، الويت، الوزن بتاع الدواء. معظم الأدوية اللي عندنا، معظمها يعني من 100 لحد 1000 دالتون. دالتون ده الوزن بتاع الحبيبات اللي بتبقى موجودة جوه الدواء. تمام. معظمها من 100 ل 1000. طيب على سبيل المثال انا عندي برضو شركة عملت لي الميكستشر ده وحطت لي مثلا 100 على 150 على 200 على 2000 على 5000 على 700، وحطيناهم في كبسولة ودي يابا للبيشنت. تمام. على سبيل المثال مثلا عندك انت ست واحدة حامل، والمفروض ان الدواء دوت بيعدي البلاسينتا، احنا بنديه لها عشان يعدي البلاسينتا، احنا قاصدين او قاصدين انه ما يعديش. ماشي. ولقينا ان الميكستشر بتاع الوزن بتاع الحبيبات اللي جوه الخلطبيطه دي كلها. تمام. هل الافيكاسي هتبقى هي؟ لا خالص. انا لازم يكون الموليكولار ويت بتاع الحبيبات اللي عندي او الاكتيف انجريدينت بتاعي وزين الرينج اللي انا حاطه ده. خلاص. وزين البيرفكت رينج. هديك مثال العكس. انا بدي دواء ومش عايزه يعدي البلاسينتا بتاعه الست الحامل عشان الدواء ما يوصلش للجنين، يبقى انا هقوم جاي عامل دواء الموليكولار ويت بتاعه مثلا 5000. يعني انا شركه اهو وعارف وقاصد ومديله ده عشان ما يعديش. حلو كده. يبقى الويت انا اللي بتحكم فيه. طيب بعيدا عن الست الحامل اللي احنا بنتكلم عليها دي، ايه تاني ممكن يأثر؟ لان ممكن مثلا الدكتور يا سيدي لا الدواء بتاعنا ما بيتاخدش للحوامل. خلاص. الفلتريشن، الكدني. تمام. الكلى عندك، الكلى ما هي بتفلتر. خلاص. بتنقي الحاجه اللي موجوده. انت الاحجام اللي الكلى بتفلترها ليها اوزان، صح كده؟ لو الوزن ده اعلى مش هيتفلتر، ولو اقل هيعدي، صح كده؟ انت عايز ايه من الدواء؟ عايز الدواء يحصل له ري ابزوربشن، ولا عايزه يستنى، ولا عايزه يخرج؟ تمام. الحاجات دي كلها بتفرق. يبقى تاني عامل عندنا اسمه الويت، الموليكولار ويت. حلو. طيب
الحته اللي جايه دي حلوه قوي بقى، التايم اوف ادمنستريشن. هو التايم بس هو يعني في الكتب بيسميها تايم، بس هي تايم اوف ادمنستريشن. حلو كده. بص، احنا طبعا كلنا عارفين ان في حاجه اسمها السيركيديان ريزم. ايه هي السيركيديان ريزم لو انت مش عارف؟ نقول ان ده الاكتيفيتي بتاع الانترنال اورجانز، الاعضاء الداخليه وجسمنا، مرتبط بالوقت. يعني ايه؟ خليني اقول لك. على سبيل المثال، انت الهارت ريت، دقات قلبك، معدل دقات قلبك بتاعك بيزيد قوي امتى؟ اول ما بتصحى الصبح بعد الفجر. خلاص، دايما دي اعلى وقت بيزيد فيه ضربات القلب. طيب حاجه تانية، الليفر، الكبد، الكدني، الكلى، الامعاء، هل الحاجات دي كلها بتشتغل الصبح زي بالليل؟ لا. لقوا ان الكلام ده طبعا ده علم من زمان يعني، ان الكلام ده لا. الكلى ما بتشتغلش الصبح زي بالليل، الكبد ما بيشتغلش الصبح زي بالليل، القلب ما بيشتغلش الصبح زي بالليل، الرئه ما بتشتغلش الصبح زي بالليل. تمام؟ طب احنا كده بنتكلم على الاورجنز، على الاعضاء بتاعتنا، على جسمنا، ان هو الصبح مش زي بالليل. حاجه سبحان الله ربنا خلقها للانسان، ان احنا الصبح دايما يبقى الاكتيفيتي دايما بتاعتنا عاليه. خلاص، وبالليل اللي هو وقت السكون، وقت الراحه. حلو. على عكسنا احنا طبعا، يعني عايشين في دور الخفاش وكده. المهم، طيب لقوا ايه تاني؟ لقوا ان كل الامراض تقريبا عندها برضو سيركيديان ريزم، او مرتبطه بالسيركيديان ريزم. يعني ايه؟ هقول لك حاجه مثلا. انت شغال على دواء للكحه، ماشي؟ تروح تكلم على دكتور، خد يا دكتور ده خلاصه اللبلاب على ورق الجوافه والحوارات دي كلها والحاجات الحلوه دي كلها. تمام؟ وبتديها للدكتور وتقول له احنا عايزين البيشنت يجرب الدواء ده. فالدكتور يقوم جاي يسالك، طب وانا اديل ده للبيشنت امتى يا حسين؟ فانت طبعا حسين مش فارقه معاك، ما خدتهاش مثلا في التريننج او ما تعرفش المعلومه دي، في الوقت اللي رايح يا دكتور خدها الصبح خدها بالليل، موضوع عادي. تمام؟ الدكتور طبعا ساعتها اول ما انت تقول له الموضوع عادي كده هيعرف ان الدواء ده اشتغاله او ما فيهوش فايده، يعني ما منوش فايده خالص. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم جاي مطنشك او ما يكتبلكش. ليه بقى؟ لان مثلا انت الكحه تلاقيها بتزيد قوي بالليل، يروح البيشنت يشتكي للدكتور، يقول له يا دكتور الكحه عندي بتزيد جدا بالليل، ما بعرفش انام من الكحه. يبقى المريض ياخد الدواء امتى؟ بالليل. ده على سبيل المثال مثلا. ماشي؟ طيب العيانين اللي عندهم مشاكل في القلب، او عندهم مشاكل في الهارت ريت، او عندهم مثلا MI، حلو؟ الناس دي اخطر فتره عندها من بعد الفجر لحد الصبح، لحد الساعه 8 الصبح. دي اخطر فتره. تمام؟ اخطر فتره عند العيان. فانت تلاقي ان البيشنت لا قدر الله قلبه مثلا ممكن يقف او يحصل له مشكله في الفتره دي. احتماليه انه يحصل له مشكله في الفتره دي اعلى من اي فتره تاني خلال اليوم. فانت تلاقي ان الدواء بتاع القلب بيتاخد مثلا بالليل، ما بيتاخدش مثلا الصبح الساعه 12، ما بيتاخدش الساعه 1 الظهر. حلو كده؟ ليه؟ لان لقوا ان كل الامراض ليها هي كمان سيركيديان ريزم، يعني مرتبطه بالتوقيت بتاع اليوم. ماشي؟ طيب اللي عايز يقرا في الموضوع ده، لقوا ان هو اسمه كرونو فارماكولوجي. حلو؟ اللي عايز يتعمق اكتر اسمه كرونو فارماكولوجي. انا طبعا مش استاذ كرونو فارماكولوجي، انا اخوكم احمد ممتاز. حلو؟ فانا يعني ده اللي انا عرفته عن الكرونو فارماكولوجي، اللي هو التايتل بتاعها. ماشي؟ ومش هو ده اللي انا كنت بدور طبعا عليه عن الكرونو فارماكولوجي بس، لا، انا بدور على الفاكتورز اللي بتاثر الافيكاسي بتاعه الدواء على العيان اللي انت بتروح تكلم الدكتور عليه. حلو كده؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الشيب، شكل الدواء، الويت، الموليكولار ويت بتاع الجزيئات، تايم اوف ادمنستريشن، الوقت اللي العيان بياخد فيه الدواء. اخر مثال،
بعد الشر عنكم، وجع السنان بيزيد اكتر امتى؟ بالليل، معروف. ليه؟ لانه هو له سيركيديان ريزم هو كمان، سبحان الله، حاجه ربنا خلقها. تمام، نسيبنا من الفاكتور ده خالص ونتكلم على الاكيوميليشن او الكيوميليشن. يعني ايه بالعربي؟ اللي هو التراكم. ماشي، على سبيل المثال انا عندي امتى يحصل تراكم للدواء؟ لو الريت معدل اوف ادمنستريشن معدل تعاطي الدواء اعلى من ريت اوف elimination. elimination دي اللي هي الازاحه بتاعه الدواء، يعني الكبد او الكلى بيقدروا يخرجوا الدواء بمعدل قد ايه. يعني انا امتى يحصل عندي الدواء يتراكم جوه جسمي؟ لو الدكتور عمال بيدي دواء بدوزس عاليه جدا، تمام، اعلى من الريت اللي الجسم بيتخلص فيها من الدواء، فالدواء هنا ساعتها يعمل لي مشكله، لان الدكتور عمال يديله دواء، عمال يديله دواء، عمال يديله دواء، فبيضره. انت راجل شغال على حاجه بسيطه جدا، خلاصه ورق الجوافه مع مستخلص اللبلاب المتين للكحه، ماشي، ورحت سالت والدكتور سالك يتاخد كم مره في اليوم؟ قلت له يتاخد مرتين يا دكتور طول اليوم، مره الصبح ومره بالليل. ماشي، الدكتور طنش، ماشي، وراح قال للعيان الكحه عندك شديده، خده مرتين الصبح ومرتين بالليل. تمام، جه العيان لقى ان الكحه عنده زايده شويه، وقام جاي بدل ما ياخد مرتين الصبح ومرتين بالليل، انتوا عارفين ادويه الكحه عندنا يعني الناس بتحبها، بتشرب من الازازه على طول، ما بتشربش بالغطا او بالخمسة سنتي بالمعلقه اللي احنا بنقول عليها. تمام، فبيشرب الكميه اللي خدها دي، عملت نتيجه ان الدواء اتراكم عندي في الجسم، فالدواء بدل ما بقى كويس ان هو بيعالج الكحه، بقى يتعب العيان اكتر. بقى العيان يروح يقول للدكتور على الدواء بتاعك انت اللي انت طفحان فيه الكوته وطلعان وبتجري عليه، الدواء وحش يا دكتور، انا كل ما اخد الدواء ده اتعب. يسمع الدكتور يعني كل ما تاخد الدواء تتعب؟ يا نهار اسود، لا يبقى الدواء ده وحش، المندوب ده اي كلام، الشركه دي اي كلام. تمام، فانت لازم وانت بتكلم الدكتور تاكد عليه التايم اوف ادمنستريشن بتاع الدواء، وكمان الدوزز بتاعه الدواء صح، لان ما ينفعش ابدا ان عيان ياخد جرعه اكتر من اللي احنا بنقول له عليها، او ان الدكتور يكتب جرعه اعلى من اللي احنا بنقول له عليها. ليه؟ لان كل ده هيجي على دماغك انت يا مندوب يا غلبان، وعلى سمعه الدواء طبعا، وعلى سمعه الشركه، ودي حاجه لازم نحافظ عليها كلنا، لان دي اهم حاجه اللي بتاكلنا عيش. حلو كده؟ فيبقى انا عندي الاكيوميليشن اللي هو التراكم، عباره عن الريت اوف ادمنستريشن، معدل التعاطي اللي بيبقى اعلى من الريت اوف اليمينيشن. اي دواء احنا بناخده لازم، لا مش اي دواء، 90% بس من الادويه اللي بناخدها لازم الريت اوف ادمنستريشن يبقى اقل او يساوي ريت اوف اليمينيشن. خلاص، عشان الدواء ما يتراكمش عندي جوه التيشوز، الدواء ما يتراكمش عندي في القلب، ما يتراكمش عندي في الرئه، ما يتراكمش عندي في الكلى، ما يتراكمش عندي في الليفر. ما افضلش ادي دواء 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 والدواء يتراكم يتراكم يتراكم، ساعتها ممكن يبقى توكسيك، ساعتها ممكن يضر البيشنت، ولو ضر البيشنت هيضر الدكتور، ولو ضر الدكتور هيضرك انت معاه، ولو اتضريت انت شركتك هتتضرر، ومش هتعرف تجيب التارجت ومش هتبيع. حلو كده؟ طيب انا ليه قلت 90%؟ لان انا بيبقى في ادويه احنا مش احنا يعني الدكتور بيديها للبيشنت على اساس انها تتراكم عنده جوه التيشوز. تمام، ودي حاجات يعني حالات قليله جدا. خلاص كده؟ يبقى اتكلمنا على شكل الدواء، واتكلمنا على الموليكولار ويت بتاع الدواء، واتكلمنا على التايم اوف ادمنستريشن، الوقت اللي البيشنت هياخد فيه الدواء، وعلى الاكيوميليشن. طيب اخر حاجه الكومباينيشن. تمام، الكومباينيشن دي اللي هي المزيج، او اللي هو انك تجمع بين حاجتين مع بعض. مثلا هديك مثال، لو انا عندي دواء بيشتغل
بميكانيزم معينه وبريت معين، رحت جبت دواء تاني اديته للبيشنت، حلو، بيشتغل بنفس الميكانيزم وبيشتغل بنفس الريت. بص كده، يبقى انا عندي 1 زائد 1 بيساوي 2، صح كده؟ لان الاتنين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم والاتنين بيشتغلوا بنفس الريت، يبقى هيديني هنا دبل الافكت. خلاص، 1 زائد 1 يساوي 2. طيب لو جبت دواء واحد ودواء تاني بس مختلف عنه شويه في الميكانيزم، بيشتغل بطريقه مختلفه، تمام؟ ممكن يديني 3 او ممكن يديني 4. ليه ممكن يعمل كده؟ بيعمل حاجه اسمها سينرجيزم. حلو، السينرجيزم دوت انك بتزود الافيكاسي او بتزود الديزايرد افكت بتاعه الدواء. مثلا البنادول، انت الجرعه بتاعته بتتاخد حبتين، بالنسبه للشخص البالغ يعني الادلت حبتين ممكن لحد 4 مرات في اليوم، 2 في 2 في 2 في 2 اللي هو كل 6 ساعات. حلو كده؟ طيب ده بيديني افكت، ده الماكسيمم. حلو كده؟ طيب انا لو جيت اديت معاه حاجه برضو بتشتغل بطريقه تانية عشان ازود الافيكاسي بتاعه ريديوسنج البين، ماشي؟ اديت حاجه مثلا زي البروفين، اي نوع بقى بروفين، ماشي؟ يبقى 1 زائد 1 بقت تساوي 3 او تساوي 4. حلو، دي اسمها سينرجيزم، ماشي؟ طيب انت ممكن تروح للدكتور وانت بتتكلم معاه وبتشرح له على الدواء بتاعك، وبتقول له مثلا عن الدواء بتاع خلاصه اللبلاب، ورق الجوافه، ولقيت ان الدكتور بيقول لك والله انا جربت الحاجات دي قبل كده وما بتجيبش نتيجه معايا، ما بتجيبش نتيجه مع البيشنت. ليه؟ مع انها في ستاديز بتقول ان الحاجات دي كويسه، في دراسات بتقول ان الادويه دي كويسه، والشركه انت واخد فيها التريننج بتقول لك ان الادويه دي كويسه. ليه؟ عشان اللي جايه دي، انت ممكن تدي دواء 1 زائد 1 يساوي 0. الدواء رقم 1 اللي انت اتكلمت على الدكتور عليه، هو الدكتور في الروشتة، انتوا طبعا عارفين احنا في مصر معظم الدكاترة بيحبوا ايه؟ ان الروشتة تبقى مليانة ادوية وش وظهر. ليه؟ عشان نفسية العيان تتحسن، يحس ان الدكتور ده فاهم فكتب له ادوية كتير، فياخد الادوية دي كلها ويشتغل. حلو، اللي عنده وجع يخف، البطن وجعاه يشتغل. يعني مثلا بتلاقي مثلا واحد راح لدكتور بطن وجعاه، بيديله فلاجيل على انتينال على بلاسيد وانتوسيد وعلى سيبروفلوكساسين، فاهم؟ حط له كل حاجه يلا في روشته، عشان الروشته يبقى منظرها طويل يقول الدكتور ده فاهم، تمام؟ بس هو ممكن في حقيقه الامر الدكتور يكون كتب الدواء بتاعك مع حاجه تانية انتاجونست يعني بتعمل عكس الافكت بتاع الدواء ده، تقلل الافكاسي بتاعته، ماشي؟ فانت لازم اي دكتور يقول لك الدواء بتاعك ما بيشتغلش تسال كام حاجه. حضرتك بتكتب دوز قد ايه يا دكتور؟ البيشنت حضرتك متاكد ان هو التزم بالدوز ولا لا؟ البيشنت بياخد الدواء امتى؟ تمام؟ وفوق كل ده حضرتك كتبته مع حاجه تانية ولا كتبته لوحده؟ ماشي؟ انت في ادويه لازم طبعا تتاخد مع حاجات تانية، ولو اتاخدت مع حاجات تانية بتزود الافكس بتاعتها، اللي هي قلنا 1 زائد 1 بيساوي 3 او يساوي 4. 1 زائد 1 يساوي 3 او 4 حاجه بتزود يعني الافكاسي. عندنا مثلا حاجه زي البنسلين، البنسلين لو اديناه مع امينو جلايكوسايدز الافكاسي بتاعتهم تبقى اعلى، بتاعه البنسلين، تمام؟ دي اسمها سينرجيزم، زودنا الافكاسي. بس لو دواء تاني اديته مع الدواء بتاعك وما حصلش نتيجه، ساعتها دي اسمها انتاجونيزم. يبقى الدكتور بغلطه بسيطه منه هو مش عارفها وانت لازم تعرفها له، قال لك الدواء بتاعك وحش. يبقى انت وانت داخل للدكتور لازم تكون عارف الدواء بتاعك الدراج انتر اكشنز او التفاعلات بتاعته، يتاخد مع ايه او ما يتاخدش مع ايه. حلو كده؟ على سبيل المثال مثلا انت عندك دواء في مصر اسمه الجاستروبيوتيك، حلو كده؟
الجاستروبيوتيك ده عباره عن مضاد حيوي، نوع من انواع كده الريفاميسنز. المفروض ان هو 100% في السمول انتستين، يعني بيشتغل بس في السمول انتستين بس، وما بيحصلوش اي ابزوربشن، فبالتالي هو سيف والحاجات دي كلها. لكن لو المريض عنده مشكله في الكبد او الحاجات دي كلها، ساعتها يبقى في مشكله، لان مريض الكبد بياخد ادويه تانية، تمام، تزود الابزوربشن بتاعه، تخلي الدواء اللي ما بيمتصش يمتص. حلو كده. حاجه كمان، الجاستروبيوتيك ده ما ينفعش يتاخد مع بعض ادويه منع الحمل اللي هي الهرمونات، حاجه زي الاسم، مش فاكر الاسم بصراحه عشان ما ابقاش بفتي، تمام. فانت دي حاجه انت لازم تكون عارفها. يبقى انت عندك الخمسه فاكتورز اللي لازم تكون حافظهم صم، بيأثروا على الافيكاسي بتاع الدواء بتاعك، عشان ما يجيش دكتور يشتغلك او يكون عنده اعتراض في ان الدواء بتاعك وحش، او ان الدواء بتاعك ما بيشتغلش او ما بيجيبش نتيجه. شكل الدواء انت لازم تكون عارف. دي انا مش عارف هتعرفها ازاي الصراحه، مش هتعرفها، دي حاجه ترجع للشركه الصراحه. يعني انت عمرك ما هتبقى عارف ان الدواء ده ال ولا دي، الا اذا كانت حاجه فورمه والبيوريتي بتاعته قد ايه، دي مش هنعرفها للاسف، ولا اي حد هيعرفها الا اذا كانت هي الشركه عامله لها، يعني المصنع قايل لك، فما اعتقدش ان احنا هنعرفها، مش هنعرف لا. الويت، تمام، برضو دي حاجه برضو هترجع للشركه، بس انت ممكن تبقى عارف الويت بتاع المولوكيول نفسه، يعني دي حاجه انت ممكن تسال عليها. يعني مثلا حاجه زي البنسلين، انت تبقى عارف الويت بتاعه، المولوكيولر ويت بتاعه، حاجه ممكن تعرفها يعني. تايم اوف ادمنستريشن دي بتاعتك، اكيوميليشن دي بتاعتك، كومباينيشن دي بتاعتك، تمام. طيب دلوقتي احنا قلنا الفاكتورز اللي ليها علاقه بالدواء وتاثر على الافيكاسي بتاعته مع كل بيشنت، تمام. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى اقصر من ده شويه، وهنتكلم على الفاكتورز اللي ليها علاقه بالمريض نفسه اللي تاثر على الدواء بتاعك، تمام. لان احنا في الفيديوهات معظم الفيديوهات اللي عملناها كنا بنتكلم على السيلز بروسيس، بس ما بنتكلمش على الميديكال بروسيس، ودي حاجه مهمه جدا عشان الدكتور يصنفك او يعمل لك كاتيجورايزيشن في حته عاليه عنده، ان الراجل ده بيفهم. لان ليه؟ هو بطبيعه الحال الدكتور دارس زياده عنك شويه او شويتين او ثلاثه. معظم الدكاتره اللي انت هتقابلهم هتلاقيه محضر مثلا ماجستير، وهتلاقيه محضر دكتوراه، وهتلاقيه عامل ابحاث في كذا حته، وابحاثه منشوره في معرفش فين، وبيطلع مؤتمرات معرفش فين. انت لا بتطلع مؤتمرات ولا بتاع، انت اخرك بتطلع سايكل ميتنج العين السخنه، ماشي. فهم في طبيعه الحال اشطر مننا في الحته دي، ماشي. فعلى الاقل ما تبقاش جاهل، يعني على الاقل ما تبقاش ميح، قرب شويه، فاهم، قصر المسافه شويه، بحيث ان الدكتور، ما انت لو الدكتور سمعك مره واتنين وانت بتقول كلام اهبل او كلام ما ينفعوش او يضر العيانين بتاعه، هيركنك، هيقابلك حاضر وعينيا وتمام وبتاع، بما انك يعني شخص من ضمن المنظومه الصحيه، بس بعد كده هيطنشك، يعني مش هيكتب لك الدواء بتاعك، مش هيتحرك. لو الدواء بتاعك ما اتحركش ما انتش هتبيع، لو ما بعتش الشركه هتحط عليك، لو الشركه حطت عليك هتبتدي تدور على شركات تانية، تمام. فانت لازم تكون فاهم ميديكال كويس، مش هقول لك هتبقى استاذ ورئيس قسم يعني، بس شويه، وادينا بنحاول مع بعض، تمام. انا اسف ان انا طولت عليكم، واسف على على الغيبه الطويله، الانقطاع ده، بس لو استفدتوا اي حاجه ارجوكم ادعوا لي. احنا في وقت صعب يعني من السنه، وربنا يسترها وتقفل يا رب السنه على خير، و... وتستفيدوا وانا استفيد وكلنا نستفيد ونفرح، والحطابون في الغابات يستفادوا والصيادون في البحيرات والكلام ده كله، ماشي. يلا متشكر جدا ليكم، واسف اني طولت. السلام عليكم.